اهلا بالشباب اللي وحشني من زمان اوي 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 اوي. انا مش هقول انا رجعت لكم بلعبة جديدة والكلام من ده، بس عشان ساعات الواحد لما بيبعد عن سلك رود ويزهق منها بينزل لعبة، حتى لو اللعبة ديت وحشة وهو عارف انها وحشة، وهو عارف انها وحشة وعارف انها مليانة ديلات وعارف انها هتقع وعارف حاجات كتيرة اوي، بس هو بينزل من اجل ان هو وحشته اللعبة، بينزل من اجل ان هو عايز يبص بصة كده يلمس بيها او يحفر بيها ذكرياته الحلوة مع اللعبة دي. فانا النهاردة جاي لكم بحاجة يعني من ايه بنلمس بيها الذكريات. طبعا اللعبة زي ما انتم شايفين طالعين تجارة اهيت، فيها حاجات كتيرة حلوة، بس انا ايه زي ما انا ما قلت انا مش هقول اللعبة اسمها، واللي يعرف اسمها من نفسه يعرف ومش لازم يكتب لي في التعليقات اللعبة دي اسمها ايه، لان زي ما قلت هي ديت بس نبش للذكريات الحلوة الجميلة. تمام. فاحنا دلوقتي الطلعة اللي انا شايفها ديت طالعين مع هانتر، للصراحة يعني هو مش همه التجارة قد كده، هو همه ان هو يتباهى. طالعين مع واحد تنين، تمام، زي ما انتم شايفين ماشي لوحده في المقدمة. تمام. واول ما بيلاقي مثلا حرامي ولا حاجة، طبعا من كتر ما هو اخر في التجارة جدا وطول فيها قوي، فالحرامية عرفوا المكان، اللي بيموت بيقدر يرجع تاني. اللعبة دي عاملة ان انت تقدر تيجي بسكرولات، تقدر تصحي نفسك من مكانك، تقدر تعمل حاجات كتيرة يعني، فانت تقدر ايه تصحي نفسك وتقدر تيجي بسكرولاية، زائد ان انت بعد ما تخلص بقى السكرولات، لان هم عاملينها ايه ليميت السكرول اللي تضرب سكرولاية واحدة تقريبا، هي ديت اللي تقدر ترجع بيها، وما بين ديت ومن ديت تقريبا 5 دقايق او حاجة زي كده يعني هنكون مشينا. بس هو زي ما انتم شايفين هو ايه، مش فكرة التجارة أهم حاجة فيها السرعة، لازم تكون سريع، ده رقم واحد. تاني حاجة ودي مهمة برضو، لازم تكون بتمشي من مناطق ما يتخيلهاش حد، يعني هو بقى بيعمل عكس كل الكلام اللي احنا بنقوله ده، هو بيمشي من على السكة، يعني مش همه اي حاجة، اللي هو ماشي من على السكة، اي حرامي بيدور ماشي من على السكة هيلاقيه. تمام، ده رقم واحد، دي الغلطة الأولى. الغلطة التانية ألا وهو بيقف كتير قوي. تمام. في غلطة كمان مهمة جدا بالنسبة للتريدة ديت، ألا وهم عاملين تريس على الهانتر، المفروض ده غلط جدا، اللي بيتعمل عليه تريس ده هو واحد تمام من التجارة ويكونوا كلهم راكبين، انما زي ما انتم شايفين هم كلهم نازلين من على التجارة، وطبعا اجبروني ان انا انزل معاهم، لان لو انا منزلتش التريس هيفك وهيسبقوني، فكان لازم ايه يعني كان لازم. فهو ايه بص بطيء جدا ومش قادر يمشي بسرعة كبيرة، بسبب زي ما قلت لكم هو بيفكر انه ايه يتباهى وكده. وصراحة لو أنا منه هتباه ليه؟ لأن يعني اللعبة بادئة من فترة قريبة، مش هقدر أقول طبعا عشان برضه ما تتعرفش، فاللعبة بادئة من فترة قريبة جدا. تمام. وهو كان ماكس وعامل ماكس سلاح وماكس هدوم وماكس كل حاجة، فالناس عمالة بتيجي ما بتضربوش حرفيا، فعشان ده يموت لازم حاجة من الاتنين، لحد يكون زيه مماكس زيه لا يتكتروا على البلطي. البلطي ده على فكرة مش قوي خالص، هو مفيهوش غير بني ادم واحد اللي قوي، ومادام في اصطفات تمام، فالاصطفات انت عارفين هيضرب ضربة ويتكل، اتكل على رحمة الله تعالى على طول. زي ما انتم شايفين اهوت بيفايت واحد اكس بو، الاكس بو لحد ما سد شوية، بس طبعا الاصطفات اللي بتضرب مفيش الاصطفات، يعني هو دلوقتي اللي بتضرب ده ماشي بياخد له 30 نيزك فوق دماغه، فلازم يموت، لازم مهما كانت قوته، مهما كانت الناس اللي اصطفت ديت مش مظبطة. طبعا اللعبة مش قادرة تعمل فرق الليفل، فرق الليفل ده يا شباب مش كل الناس عاملاه، يعني مش كل لعبة تقدر تخش تلاقي فرق الليفل. ازاي يعني ايه فرق الليفل يا عم ادريانو؟ عشان احنا مش واخدين بالنا.
فرق الليفل دي اللي هو لو انا ماسك سلاح جديد اللي هو بتاع مثلا ديجري 11 ولابس هدوم الديجري 11، الديجري 10 لما يجي يضربني الضربة دي ما تأثرش خالص، كأنها ميتة معدومة. يعني مفيش حد ليفل مثلا 95 بيضرب في 110 يقدر اصلا يحسسه بالضرب. انا مش هقول لك يهز صحته، لا، يقدر اصلا يحسسه بالضرب. ولو فرضنا ان انت 110 وانا 110، لبست انت الديجري 9 وانا لبست الديجري 9، يا الديجري 10 معلش الديجري 9 والديجري 10، يا دوبك هحس بالضرب. ليه؟ لان انت بس معلي الاي ان تي او الاس تي ار لحد ال 110 زي، فالفي اتاك بتاعك او الماجيك اتاك بتاعك عالي. انما السلاح والهدوم ديجري تاني مستحيل تأثر فيا ضربتك لما تكون اللعبة ظابطة الدمج كويس مظبوط بجد. انما هنا زي ما انتم شايفين معظم الناس كلها ماسكة ديجري 10، واللي بيجوا دول لابسين ديجري 11 وبيتأثر فيهم عادي، تضربه ضربة هي طبعا مش هتموته لو واحد قصاد واحد، بس مجموع الموجودين بيضربوه فبيأثروا فيه. يعني لو فرضنا ان مثلا الضربة نازلة عليه ب20 ولا ب15، و15 مثلا في كل دول بيضربهم، فتبص تلاقي ايه الضربة بتفرق. انما لو هي بقى مظبوطة صح، المفروض ان الديجري 10 ما يضربش الديجري 11، فلما هيجي يضرب بيضرب بضربة ضعيفة جدا، فمستحيل 10 بني ادمين يكونوا عليه ما يموتوش. هنا بقى بتيجي متعة الايميل اللي ظابط، لما تبقى ظابط هدوم كويس واللعبة ظابطة دمج كويس، ديت بتخليك تقدر تستمتع باللعبة في انك ينزل 3-4 يضربوك ما تموتش منهم. لازم اللي يموتك يكون حد قوي زي، تمام. في حتة برضه هنا اللي هم عاملين ان التجارة يعني تقدر وانت لابس الهانتر تاخد البفات كلها، ودي حاجة بتفسد برضه المتعة. لان دلوقتي هم لو فرضنا انت في بارت اهوت وقام نازلين كلهم مديله بفات وارير وبفات كليريك وبفات بارت، حضرتك هو كده مش بيفايت، لا ده كده بيفرق. واخدين بالكم؟ فدي حاجات طبعا لازم تبقى مظبوطة ببعض الألعاب. طيب يا عم ادانا، يعني انت رجعت للعبة؟ لا والله يا صاحبي، زي ما انا ما قلت انا ما رجعتش للعبة، انا بس بدأت ايه يعني احن للذكريات بان انا افتح اي لعبة قدامي حتى لو هي مليانة ديلات ومش حلوة، حتى لو هي ايه بالظبط، واصور لكم حاجة منها. ماشي، فان شاء الله انتظروا في فيديوهات تانية حلوة ان شاء الله احاول نعملها، ونحاول برضو نتكلم عن شوية حاجات كتيرة في اللعبة. شكرا، سلام عليكم.